شكرا كذلك للرفاق السياسات منتدى الاستثمار والصلاحات الهيئه الحقوقيه الحاضره معنا وكل الجمعيات المدنيه الحاضره معنا. شكرا كذلك لشبكه الحمايه المبيعات ولكل ضحايا الولايات السكنيه الحاضره معنا في هذه الوقفه الابتدائيه السلميه تضامن مع الطبيب والمناضل. اخوان القاعه يعني غدا المحاكمه دابا اخوان التحفظ القاعه لدعم ولحضور المحاكمه السوريه الحقيقيه المنظمه بسبب القرار ديال الوفاء السكنيه وديال وتضامننا المطلق مع الضحايا. ونناشد القضاء المغربي القضاء المغربي أن يكون له دور تاريخي اليوم في محاربة بيئات الفساد العقاري والشركات المضاربة العقارية التي تختبئ وتستغل الفراغ القانوني، تشتغل كوداديات وتشتغل كجمعيات. بداية باسم أعضاء وعضوات سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع المناضل الحقوقي محمد نوحي، نشكر كافة ممثلي الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الحاضرة معنا في هذه الوقفة التضامنية التي استجابت لنداء اللجنة الوطنية. كما نتوجه بالشكر والتقدير لكافة المناضلين والمناضلات الحقوقيين الذين أتوا من مدن بعيدة للتعبير عن تضامنهم مع الصديق محمد النوحي. الشكر موصول كذلك لكافة ضحايا الودادية السكنية وضحايا الاستيلاء على عقارات الغير بالمغرب. إن سكرتارية اللجنة الوطنية اختارت لحملة التضامن هذه مع المناضل الحقوقي محمد النوحي شعار مستمرون في فتح مافيا الودادية السكنية والعقار رغم المتابعة الكيدية، وهذا نابع من إصرارنا على مواصلة فتح مافيا العقار لكافة الخروقات والانتهاكات المرتكبة ضد المواطنين والمواطنات من مختلف الشرائح الاجتماعية. هذه المافيا المدعمة من طرف مصالح إدارية كما هو الشأن بالنسبة لمصالح الجمعيات التابعة لمختلف البشويات والقيادات على الصعيد الوطني، حيث تساهم هذه المصالح في تشجيع سلوكات مكاتب الودادية المنافية للقوانين من قبل التلاعب، ومع ذلك تتسلف ملفاتها القانونية وتتجاهل التأكد من وقوع التعديلات في تواطؤ مكشوف مع مكاتب الودادية السكنية. فضلا عن ذلك تزداد معاناة الضحايا الودادية السكنية عندما يلجؤون إلى القضاء من أجل إنصافهم، لأنهم في الأخير يبقى القضاء هو الملاذ الوحيد من أي اعتداء، حيث نسجل بكل استيلاء عميق بطء تعقد المصادر وكذلك عدم معالجة الشكايات الضحايا حيث نسجل بكل استياء عميق بطء وتعقد المصادر وكذلك عدم معالجة شكاية الضحايا بنفس الكيفية التي تعالج قبيل أدوار من قبيل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وكذلك من أجل انتحافظة. للأسف الشديد هذه الشكايات جزء منها لم يتم تفعيلها. جاء مافيا في رمشة عين، أقول بواحد السرعة فائقة خيالية، كيوضع شكاية لدى الدرك الملكي بعد ما حصل التعليمات ديال السيد وكيل الملك سيتم تحريكها. تم إيداع الشكاية في 2 نوفمبر وتم اجتماع في 8 نوفمبر، وفي 9 نوفمبر سيتم تقديمه بدون إشعاري، لأن هناك تقديم أمام السيد وكيل الملك. ومع ذلك تم الاستماع إلي وكذلك إلى المشتكي. والغريب في الأمر أن السيد وكيل الملك مشكورا طالب تعميق البحث في إطار مواجهة ما بين الأطراف. كنتفاجئ من أن الدرك الملكي ديال الشاطئ ديال الهرهورة تيقتصر اجتماع إلى زوجة
الوداديه، لان هذه الوداديه اللي هي وداديه الاجره السكنيه اللي الرئيس ديالها موظف سامي سابق بوزاره العدل، والزوجه ديالو هي امينه المال وكذلك موظفه بوزاره العدل، والصهر ديالو العاطل اللي هو الكاتب العام. تيتم استماع الزوجه ديالو وتيتم استماع لواحد الشاهد كيقول انا يعني منخرط حديثا. وتصوروا معايا الخوت ان هذا السيد كيسكن في دوار بالمكي، هذا التصريح ديالو دوار بالمكي راه دراسه، وكيقول لهم انا منخرط حديث في شهر يونيو 2023. هذا الشهر بالضبط اصدر قرار عاملي يقضي بهدم الطابق العلوي اللي كان فيه خرق سافر للتعمير، واللي تسبب في اضرار ماديه ومعنويه لمجموعه من المنخرطين ديال هذه الوداديه. وبناء على هذا الخرق وهذا التعسف وغياب التواصل ديال هذا المكتب مع المنخرطين، اتجهوا لنا كتمثيليه ديال الضحايا ديال الوداديه السكنيه من اجل المؤازره. هذه المؤازره اللي تسمى بها وهذه المؤازره اللي سلمتها للدرك الملكي، وكنقول لهم هذه الاسماء راه فيهم رئيس ديال جمعيه معترف به ديال هذه الضحايا وجوج مهندسين كذلك هم ضحايا. ما تيتمش يعني توجيه الدعوه من اجل يعني الاستماع اليهم كما تم الاستماع للمصرح بهم المقدم اللي تقدم. تنشهد شكون هذا بالنسبه لهذا الدرك، شكون اللي عطاه التليفون ديال هذه الرئيسه ديال الوداديه، وهذا الشاهد واحد السيد يدعي انه صحفي. للاسف الشديد يعني لا اتخى يعني هاد المهنه يعني من خلال التواطؤ ديالو الثابت يعني بتسجيل هذاك الفيديو وتقديمه له باش يتقدم ضدي بشكايه ديال الشهر. كنستغرب ان السيد النائب وكيل الماليه كيتابعني بواحد الجريمه اللي غير منصوص عليها في القانون. ما كاينش شي حاجه سميتها التجمهر الغير مرخص، كاين التجمهر الغير مسلح، وباش يكون فعل جرمي هذا التجمهر غير مسلح خاص يتم احترام مقتضيات قانونيه منصوص عليها في القانون اللي هو الماده 19 اللي كتلزم ضروره حضور عميل شرطه او من يمثل القوات العموميه حاملا شارته الوظيفيه ومكبر صوت ويوجه 3 نداءات ويذكر بالعقوبات في حاله عدم فضل التجمهر. يعني هذا الاجراء لم يتم احترامه، ما حضر لا عميل شرطه لا دراكي لا قائد لا باشا. ومع ذلك يعني بعد ما تقدمت بشكايه للموضوع ديال هذا الشهر وتبين ان العناصر ديال هذا الفعل الجرمي ديال الشهر لا وجود له، وبيصير نديتو وتيندي حتى المحضر والشعارات اللي طبعت اللي هي نفس الشعارات اللي كنرفعوا هنا: حقوقي دم في عروقي. هذه مكتوبه، المنخرطين ها هما والمكتب فينا هما. هادو هما جوج شعارات اللي مدونين وتيقول لك التشير. انا شخصيا ولا كان هادو يعني الموضوع ديال التشير ما عنديش مشكل، ولكن باش يتقال بان هذا الرئيس يعني تنحرض عليه وكنشهر به، للاسف الشديد يعني هاد العناصر كلها يعني ما كتوفرش. والاخطر من ذلك ان نفس الشكايه اللي قريت عليكم بنفس المحتوى ديالها اللي تقدمت ضد خالد العالمي اللي هو رئيس هاد الوداديه ديال الضحايا بنفس الكلمات ما زادت حتى كلمه. اشنو كان المصير ديال الشكايه ديالو؟ هو الحفظ بدعوى عدم ثبوت هذا الفعل الجرمي. اذا حنا ما فهمناش واش هاد الضابطه القضائيه ولا هاد النيابه العامه واش هي مزدوجه التعامل ديالها يعني مع المواطنين. كيف يعقل؟ انا لحسن الحظ كنقولها شويه يعني الخبره المتواضعه والعمل في المجال الحقوقي خلاني ندافع على حقي. تصوروا معايا مواطن بسيط، وخصكم تعرفوا الاخوان ان الخلفيه ديال هذه النقطه هو من اجل حمايه المواطنين البسطاء اللي هما ضحيه ديال هذا التعسف وديال التوغل ديال بعض العقليات اللي باقا يعني مرتبطه بواحد الزمن اللي هو نعتبره هو ولا وبغاو وتيسعاو باش يرجعوا. حنا كنقولوا كفى، لا احد فوق القانون، لا احد فوق القانون. لكن واقع الفساد يكرس المهزلة، المسؤولين شاو والحالة هي
فلا بد لنا كنقابيين ان نكون في مقدمتها. اننا اليوم بحضورنا في هذه الوقفه نعلن تضامننا الوثق مع اخ نوحي وتضامننا الوثق مع الضحايا، ونناشد القضاء المغربي وناشد القضاء المغربي ان يكون له دور تاريخي اليوم في محاربه وبيات الفساد العقاري والشركات المضاربه العقاريه التي تختبئ وتستغل الفراغ القانوني، تشتغل كوداديات وتشتغل كجمعيات مستغله بذلك الفساد في بعض القطاعات التي لها علاقه بالعمران، التي لها علاقه بالبناء، والتي علاقه كذلك بكل ما يخص المجال الضريبي والمجال العقاري والى اخره. وبالتالي نؤكد اليوم على الدور التاريخي والمحوري للقضاء في هذه القضيه، ونؤكد على مشاهدتنا القضاء من اجل ان يوصف الاخ نوحي، ونبلغ مساندتنا للاجهزه الوطنيه والمكتب الوطني وقسم الاعتبار وجميع الفروع على المستوى المحلي. هذا هو المشكل. انا شي با كونسيرني وجيت هنا نلعب في السيد شنو يسمى شنو الترخيص يتحدث عن واقع التحرير وتصرح الجماعه المتحده في اطار جمعيه او نقابه او جماعه محترمه بان يجب وعدها هذا هو الذي يتحدث عنه القانون. والقضاء في اطار اجتهاداته وصل الى حد اجتهاد الغرفه الاداريه بالمجلس الاعلى سابقا محكمه النقد الحاليا ليؤكد على ان الوقفه الاحتجاجيه السلميه معفيه من كيف يمكن للقضاء أن يتابع مواطنا أو مواطنة في مشاركة في تجمع غير مرخص في وقفة الاحتجاج السلمية، وهو نفس القضاء الذي أكد في إحدى اجتهاداته المهمة جدا في القضاء الوطني على أن الوقفة السلمية معفية من نظام التشريع. مع كامل الأسف يقع هناك توافق ما بين السلطات والسلطات الترابية وما بين ضباط السلطة القضائية، سواء تعلق الأمر في الأمن أو الدرك بالتوافق المكشوف وتحرير المحاضر هي في اساسها باطله بقوه الخارج، والسبب هو ما تحدثت عنه سابقا. المغرب صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسيه والمدنيه، وهذا العهد يؤكد على كل الدول التي صادقت عليه. شكرا كذلك للرئاسه السياسات منتدى المصالحه الهيئه الحقوقيه الحاضره معنا وكل الجمعيات المدنيه الحاضره معنا. شكرا كذلك الشبكه المغربيه للحمايه المبيعات ولكل ضحايا الجمعيه السكنيه الحاضره معنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه السلميه تضامن مع الصديق والمناضل المحللين. اخوان القاعه يعني غدا المحاكمه دابا اخوان يلتحقوا بالقاعه لدعم ولحضور والمحاكمه السوريه الحقيقيه المناقشه امام الطرف وهي مجديه الكفاءه السكنيه مجديه فاسده